السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مكرونة وايت صوص على الطريقة الأصلية. في حلة فيها مية على النار، أول ما المية تسخن شوية كده وتكون قريبة للغليان هننزل عليها بالمكرونة، سواء أنت عايز المكرونة تعملها زي ما أنا عاملها كده قواقع أو تعملها مكرونة باستا، دي حاجة ترجع لك. بسم الله. نص معلقة ملح وبختين زيت، نديها تقليبة وهنغطيها لغايه ما المكرونه تتسلق. اول لما توصل للمرحله دي غطيها على طول. وبعد ما المكرونه اتسلقت هنصفي المكرونه من الميه. هنرجع للبوتاجاز بتاعنا، ولعنا النار وهننزل على النار بطاسه تانية. هننزل بشويه زيت زيتون، زيت عادي، وهننزل ب4 معالق من الدقيق. واول ما يتحمروا ويدوا لون معانا هننزل عليهم باللبن. يا الله يا الله، قلبتين كده على السريع، دي افضل. وهننزل على اللبن بتلت معلقه من الملح، ربع معلقه من البابريكا، ربع معلقه من البهارات السبعه، واخر نوع بهارات معانا الفلفل الاسمر. وبعد ما نزلنا بالكلام الحلو ده هيبقى معاك اللون بالمنظر الجامد ده. ودلوقتي هننزل بمشكل جبن، ننزل بيه الجبنه المطبوخه. يا الله يا الله يا الله على الجمال. ودلوقتي هننزل بالمكرونه المسلوقه وندي الكلام الحلو ده كله كده كام تقليبه. ايه الحلويات دي؟ هننزل بالمكرونه في السرفيزي بتاعنا. يا الله يا الله يا الله يا. هندي بس كده شويه فلفل اسمر على الوش، ايوه كده بالمنظر الحلو ده عشان يدينا مزازه كده وحلاوه في الاكل، وكده يكون عملنا احلى واسهل مكرونه وايت صوص. جربوها مش هتندموا، بس غيروا نوع الجبنه، مش تحطوها مشكل، حطوها شيدر بس. والف هنا عليكم، يلا سلام.